السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة حديليس. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. وفي اطار الحلويات غادي نقترح عليكم حلوى اللي سهله واقتصاديه وسريعه التحضير، تقدروا توجدوها حتى لاخر لحظه. كتجي زوينه بزاف في الشكل ديالها وحتى المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. المكونات ديالها بسيطه والطريقه ديال التحضير ديالها سهله، ما كاينش كثره المكونات ولا كثره المراحل. بقاو معايا حتى الاخر فيديو باش تكتشفوا هادشي بنفسكم. ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليقات، وما تبخلوش عليا بالبارطاج ديال الفيديو الا عجبكم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس. غادي نبدا على بركه الله في فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال هذه الحلوى فراهم بساط جدا لانها حلوى اقتصاديه وبطبيعه الحال لذيذه. غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده. هنايا الزبده استعملت ديال الاكل، تقدروا ديروا ديال البواطه اولا زبده ديال المارغرين على حسب اللي متوفر عندكم. غير هي هذه ديال الاكل او ديال العبر راه كتجي لذيذه في الحلويات. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نعطيكم تقدروا ديروا هذه الكميه هذه اولا تضاعفوا المقادير، فكيبقى على حسب نتوما وشنو بغيتوا. غادي نحتاج كذلك كاس ضرب ديال السكر كلاصي، والحلاوه دائما كتبقى على حسب الذوق، تقدروا تكملوا كاس اولا ديروا غير نص كاس، فكيبقى لكم الاختيار. غادي نحتاج كذلك جوج ديال البيضات. غادي ندير غير الصفار ديال البيض والبياض غادي نخليه باش غادي نكور فيه الحلوى. غادي نحتاج كذلك الفاني. هنايا غادي نستعمل معلقه صغيره ديال الفاني سائله لانها متوفره عندي. لما توفرتش عندكم ديروا الفاني ديال السكر حبيبات. غادي نحتاج كذلك معلقه صغيره ديال الخميره الكيميائيه او النصف ديال الساشيه. غادي نحتاج شويه ديال الملحه باش غادي نهرس الحلاوه. وغادي نحتاج الطحين بطبيعه الحال. الطحين ملي غادي نكون كنخدم غادي نعبر معكم وغادي نقول لكم الكميه بالضبط اللي دخلت لي في هذه الحلوه. غادي ندير سكر كلاصي فوق الزبده. بطبيعه الحال كنغربلوه من الاحسن باش كيتحيدوا منه هاد الكويرات يتخدم بسهوله. غادي نزيد رشيشه ديال الملحه. غادي نزيد معلقه صغيره ديال الفاني، وغادي نزيد هاد الصفر ديال البيض. غادي يبقى لي الطحين والخميره. غادي نخدمهم مع بعضياتهم. الزبده كيف ما شفتوا عندي كانت دايبه غير بدرجه حراره الغرفه، راني ما دوبتها ما حتى شي حاجه، لان الصاد كيف ما كتعرفوا الحراره، فالزبده بقات غير على برا من الثلاجه دغيا دابت بحال هذاك الشكل، وراه كتجي ساهله باش كتخدم. بعد ما تخلطوا المكونات مزيان غادي نبدا كنزيد دابا الطحين. هذا الكاس الاول بطبيعه الحال غادي نغربلو، وغادي نزيد الكاس الثاني. غادي نزيد الكاس الثاني وغادي نخلط وغادي نشوف الا بقى خاصني الطحين نزيد. مزيان غادي خصني نزيد الطحين. مغاديش نزيدها في مره واحده. ودابا غادي نزيد الخميره. كنبقى نزيد في هذه المرحله الطحين شويه بشويه. صافي العجينه هنايا راه تجمعت. ما كندلكوهاش، غير كنجمعوها فقط. هذاكشي علاش قلت لكم الكاس الثالث ما غاديش نزيدو في مره واحده، كنزيدوه غير شويه بشويه. جوج كيسان الاولين درتهم في مره واحده، زدت الخميره وغادي نجمع بالكاس الثالث. الكاس الثالث تقريبا بقات لي منه هنايا واحد جوج ديال المعالق.
هكا كيكون الشكل ديال العجينه. كتبقى طريه شي شويه، ما نيبسوهاش باش كتجي الحلوه خفيفه وزوينه، ما تجيناش ناشفه. غادي نغطيها بلاستيكه غير على ما غادي نجمع هادشي اللي حدايا، وغادي نبدا كنشكلها. غادي نحتاج البيض اللي خليت، وهنايا عندي كاوكاو مهرمش او كاوكاو كونكاسي، تقدروا ديروا حتى اللوز كونكاسي او اي مكسرات بغيتو نتوما. غادي نبدا كناخذ كويرات. في الاول غادي ندير كره واحده باش كناخذ عليها القياس. ندير لويها في البيض او في البيض ديال البيض. هذا البيض ديال البيض ماشي هو كامل اللي خليت، وغادي نبدا كندوزها في الكاوكاو، وغادي ندير حفيره. صافي هنايا عرفت الحجم ديال الحبه اللي بغيت انا. غادي نكور العجين اللي عندي كامل، وعاد غادي نبدا كنلوي في البيض ديال البيض وندوزو في الكاوكاو. وهكا كنكون كملت الحلوه كامله. كنشعل الفران يسخن على درجه حراره 160، كنشعل من الفوق ومن تحت باش غادي ندخل اللاطه ديالي الوسط. الحراره ديال الفران كيخصها تكون متوسطه باش طيب الحلوه على خاطرها وما تلهبش، باش كطيبنا من برا ومن الداخل وكيجي المذاق ديالها زوين. غادي ندخلها دابا للفران. وهذه هي الحلوه بعد ما خرجتها من الفران. كنخليها حتى كتحمر شي شويه باش كيجي المذاق ديالها زوين، حتى داك التحمر كيعطيها واحد المذاق زوين وكيجي فيها اللوين زوين. ملي كتكون في الفران وكتبدا كتبان لكم كتنفخ، الا بانت لكم هاد التقيبه ما بقاتش كتبان مزيان، غير ضغطوا عليها غير شويه بالصبع ديالكم، ما تخافوا منها ما حتى شي حاجه. كترجع تاخذ الفورمه ديالها وكتخليوها حتى كطيب على خاطرها وتحمر. كيف ما كتشوفوا كيجي اللوين ديالها زوين والشكل ديالها جميل، وكتحيد من اللاطه بكل سهوله. اللاطه راني ما دهنتها لا بزيت لا حتى شي حاجه، واخا هكاك ما كتلصقش، كيجي الشكل ديالها مزيون. دابا غادي ندوز نعمر لها هاد الحفيره. بالنسبه لهاد الحفيره كتعمروها باي حاجه، كتقدروا تعمروها بالكونفيتور كيف ما غادي ندير انا، اولا بالشوكولات او كراميل او اي حاجه كانت متوفره عندكم. ودابا غادي نديرو فوق العافيه. غادي نبدا كناخذ شويه هكا بالمعلقه ونعمر في هاد الحفيره. صافي غادي نكمل التزيين ديال الحلوه بنفس الطريقه، وغادي نوريكم الشكل ديالها النهائي في صحن التقديم.
وهكذا كنكون كملت الحلوه ديالي كامله بالتزيين. كيجي الشكل ديالها جميل سواء من برا او حتى من الداخل، كتجي هشيشه ورطبه وكتجي لذيذه بزاف بالمذاق ديال الكاوكاو وديال الكونفيتور. كنتمنى هاد الحلوه تنال اعجابكم وتجربوها حتى نتوما، راه غادي تعجبكم. المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع احبابكم باش تعمل الفائده، وما تبخلوش عليا بلا لايك وبالتعليقات كيف ما عودتوني. والا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم، وما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. الى اللقاء مع فيديو جديد، مع السلامه.